خطواتي يعني انا اول حاجه بدات اصور في السوشيال ميديا زي ما انت عارف كده. حلو. ما صورتش ليبسينج خالص. اول حاجه بدات اعملها كنت بعمل افكار بالتليفون عادي. حلو. بدات مثلا اشتغل على نفسي شويه وكده. تمام. فكنت بخاطب الاطفال، بعمل دي حاجه جميله. كاركتر اسمه دودو. دودو. اه، ده كان مشهور قوي، كانت الناس بتحبه قوي قوي قوي. حلو. وبقلز وهارون وكده، ده كان سكتشات كوميدي عادي بالتليفون وكده. طب ما هي هنا كنت الحمد لله بدات ان انا اتقدم قوي وجبت فولورز كتير جدا ما شاء الله. وفيوهات كتير جدا وكل حاجه حلوه خلاص. تمام. تمام، ماذا بعد بقى؟ ايوه. انا بقى موتت كل ده ليه كده؟ مره واحده، فجاه قررت ان انا اعمل افلام. افلام. يعني ما شاء الله عليك. على السوشيال ميديا، والناس تقول لي مش هتنفع. ليه تعمل كده اذا كان التيك توك اساسا ما بيحبش العرض، هو بيحب الفيرتيكال. ايوه انا عرض، هعمله عرض. اصبحت بقى بعد ما عملت كل ده أيوة. مفيش بقى ملكاوي خلاص. مره اسمي حسن، مره اسمي ياسين. ايوه. اسم الكاركتر اللي بتلعبه بالظبط. يعني. اوكي. وبقيت رايح في سكه زي ما قلت لي. ليه؟ اي ماشي لوحدك، بس انا قلت له انت ليه في قال لي الصحراء ماشي لما ممكن لوحدك. تنزل المدينه معانا عادي. بس انا بعمل حاجه ايوه انا مبسوط منها. حلو. مفيش بالظبط. مشكله. وعايز الطريق الصح، انا مش عايز في مره. ايوه انا عارف ان قلت لي ذاكرت الاعوام 3 ايام وعادي ممكن بعدين ربنا يكرمك الناس بالظبط. تنسالك اي حاجه، بس انا مش عايز في يوم من الايام حد ربع حاجه ما هو انا لسه. كنت اعملها وحش. ايوه ماشي، مش لسه بدري. حتى لو. ايوه. فانا لو ماشي بالراحه جدا جدا انا مبسوط. حلو. بس في نفس الوقت يعني انا اقول لك على حاجه، انا عندي 1,300,000. ما شاء الله. في ناس بجد مع احترامي ليهم هم بداوا بقى عندهم 2 و3 و4 مليون. ايوه لا عادي، دي مش اهداف. وانا عارف الطريق. ايوه انا قديم قوي في السوشيال ميديا، كلنا. اقدر انزل الفيديوز بتاعتي واعرف ان هي هتجيب فيو واعرف ان هي هتجيب ملايين. حلو. ده اللي انا بص، انا خليتني اتكلم في حاجه انا نفسي اتكلم فيها قدام الناس بقى. ما هو فانا اتكلم براحتك. اقدر هنخاف. اعمل اقدر بجد ان انا اجيب ملايين، اقدر ايوه. هيبقى عندي 5 مليون. بس انا مش بالراحه ازاي بقى. الفيلم بقعد اعمله، انا لسه كنت قايل لك شغال في فيلم. ايوه. بقالي فيه شهرين بصوره. شهرين. ده مش عشان صعوبه ضعف الفيلم. امكانيات طبعا. ضعف امكانيات عشان انا لوحدي. ايوه. بالظبط كده. فقاعد لا ودي شغلانه جماعيه فما طبعاً. ينفعش. كلنا بنساعد بعض. بالظبط كده. آه. فانا بفضل ادور وتعالى وهندل ده واجيب ده وده 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 ودوت. فانا برضو على يقين ان انا مش مشكله بعمل فيلم كل فتره، ايوه فبزيد 100,000 كل فين وفين. ما شاء الله. بس ال 100,000 100,000 حقيقيين يعني انا ال وناس 300 مهتمه. دول بالظبط كده. مم. اول ما هنزل الفيلم بيجيب لي فولورز كتير قوي، بتاع 50 60 70 الف ما شاء الله بجد. عندي في طب ليه بيجيب مش لي افلام الفيديو. قصيره مهرجانات يعني؟ ليه ما بتحطش الطاقه دي كلها في حته تتشاف غير الجماهيريه؟ يعني انت واصل لمرحله حلوه. بص، هو انا لسه ان شاء الله كل الخطوات دي كلها بإذن انا الله. يعني انا مش عايز اقول ان انا لسه بدري، ايوه عشان مش هقول لسه بدري وانا انام. انا بحاول يعني، انا كل يوم بقول انا السنه دي اخر مكاوي انت فرصه ليا. 21 سنه بس انا بفكرك ما هو ده ان اللي فعلا كنت لسه هقوله بدري لك. يا حبيبي. فهو لسه بدري. يعني يعني عنده كبر طموح قوي. ايه ده؟ 21 سنه. شفتي؟ فده بقى اللي انا بقوله لك. انا مش عايز اقول لسه بدري عشان انام، انا أيوة. بالعكس بقول كل سنه هي اخر سنه. بس انا فعلا لسه بدري على الخطوات بقى اللي هي اللي بتكلمني فيها دي. ايوه بحس ان انا مستني بس اخلص الكليه. عندي انا في سنه رابعه خلصها. حلو ما شاء الله. في كلية ما شاء إيه؟ الله. في سياحه وفنادق، بره عنها الدنيا دي كلها. أوكي. لا عادي، ما هي انا الاستاذه كنت كانت في حقوق حقوق. القاهره عادي. فمحتاج ان انا اخلص، محتاج ان انا اعمل كذا حاجه كده في حياتي، ترتيبات اخلصها، حلو. عشان انا مش عامل اي حاجه تاني خلاص في الدنيا. غير التمثيل ده بجد. ان شاء الله. ان شاء الله وكل إن شاء حاجه. الله. بس انا يعني مثلا بعمل ايه؟ مثلا بيجي عليا فتره كده في السوشيال ميديا، لو صورت فيديو بالتليفون هو مش هيجيب اساسا. هو لازم بروفيشنال، أيوة. كاميرا لا بروفيشنال. هو انت عودته على حاجه اتعود معينه. على كده. بيجي عليا فتره بعمل حاجه بالتليفون كده. بس برضو عايز اقول لك على حاجه بعيدا عن كده، ما تحطش اهدافك وطموحاتك ودنيتك كلها في حته واحده، علشان ما ينفعش. والله اعلم ربنا كاتب لكل واحد فينا ايه. انت بتسعى وبتجتهد وبتحاول ان انت توصل بس ما للحته دي، ينفعش بقى. فان شاء الله ربنا هيكرمك. بس لازم يبقى في وسائل تانية عشان يبقى عندك حجم الرضا ان لو ربنا لا قدر الله ده ما طبعاً. ادالكش الحته ده دي، طبعا يبقى هتلاقي يعني انت دماغك شغاله وبتصور وبتعمل، فممكن يبقى مخرج شاطر جدا، ممكن يبقى مؤلف شاطر ممكن يبقى جدا. ممثل على فكره. انت طول ما انت مصدق بص، أنت هو ده هتبقى طبعا. في حتة- وانا يعني اكيد مش قصدي كل حاجه ان شاء الله. ايوه بس انا اساسا يعني ما بعرفش اعمل اي حاجه في حياتي غير ده. تمام. وانا مش هعمل اي حاجه في حياتي غير ده. ايوه مش وبعدين اهو يعني مش هنروح بعيد. هنسجل وهنعيش مع بعضينا ان شاء الله لو لينا عمر. بإذن ان شاء الله. الله يا حبيبي باذن الله. هو ده مش انت ده وانت بتمثل؟ اهو. اه.
ده كانت شخصيه ايه دي؟ ده بروجكت اشتغلناه كده انا أيوة. وشباب صحابي، كان امين. امين. وبعدين احنا لو قلنا الامنيه تحكي لنا موقف بس صعب، هتلاقيه يعني انت ما تخيلتش ان هو ممكن يبقى معدي عليك قبل كده. يعني ممكن تفتكري موقف كان صعب عليكي في ظروف تصوير، في لوكيشن، في مكان بعيد، في حاجه مختلفه، يعني لهوي. حاجه من الحاجات الصعبه قوي الحاجات الصعبه قوي هقول لك، مملكه ابليس. مثلا. كنا بنصور في المقابر اه. بالليل الساعه 12 بالليل. أوكي. ورحت بعربيتي طبعا، وصلت هناك. كان طبعا حضور متاخر يعني وكده، اوكي. ومشيت لوحدي. وكان الموضوع صعب أوي. طبعا مش طبعاً. قادره اكمل بعد كده إيه اللي حصل. بس من بس الموضوع احلى صعب أوي. المسلسلات يعني. محمد امين راضي انا بستناه لما بيكتب حاجه، خطير يعني خطير. بجد أستاذ بجد احمد خالد بستناه. موسى طبعا استاذ عظيم والمسلسل يعني. ده كان فانتازيا على حقبه على حاجه، وكميه نجوم مش طبيعيه مش طبيعيه بجد. خطار خطار. ودي كانت من احلى الحاجات اللي هو بيعملها يعني. فانا دلوقتي بقى قررت ان انا العبكم لعبه. تمام. في كمان عندنا صوره لامنيه. لا ده الملكاوي. طب دي كانت خطوبتك ولا ده كان ده مشهد؟ كان حوار ده بقى. مي ترند. ربيع دي شابه محترمه قوي، عسليه في المعهد برضو. تمام. اشتغلت عندكم في تعرفيها اسكندريه صح؟ لا تعرفي مي؟ يعني لا ما انتوا للأسف عشان عندكم في بس اسكندريه معهد وهنا في ده القاهره معهد في في أيوة، معهد. اسكندريه. انا عارف. اعرف من اسكندريه معهد أيوة، في ناس أيوة. كتير بس القدام يعني. ايوه عسوله مي من البنات الشاطره جدا. ما شاء الله. الله. ده كان اول فيلم عملته اسمه كدبه بيضه. كدبه بيضه. الفيلم ده انا كنت في القاهره هنا، حلو. وحصل معايا دروبات كتير قوي 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 بجد. وانت بتصور. واتدمرت. لا كنت بحاول هنا في كذا طريق كده، ففشلت. فلما رجعت اسكندريه انا كنت بنتقم بقى. انت 21 سنه بس لا. هقف عند 21 طب سنه. انا اقول لك، يا شيف قولي حاجه بقى. اقول أنا لك ليه؟ تعبت طيب اقول لك والله. ليه، اقول لك ليه. هقول قولي. نعمل اللازانيا وبعدين نرجع لقصه الكفاح ال 21. ماشي. انا بشنق نفسي. صح في ايه؟ انت دمرتنا احنا. بجد دي حقيقه. ما احنا هنروح للازانيا احلى. اتفضلي يا شيف. 21 سنه، اما لو عرف جزء من معاناتك انت بعيدا عن الفن. انا مش هتكلم صح؟ هتكلم. هنتكلم في اللازانيا الحاجة أيوة. اللي بنحبها كلنا النهارده. بالظبط كده بالظبط. طيب احنا معانا هنا الاسامبلي بقى بتاع اللازانيا، يلا بينا. يعني اللي هو الخطوات بقى اللي هنقعد نعملها دلوقتي في 2 minutes اوكي. ونرجع للجيم. احنا قولي لنا عندنا كده هنا واحده واحده وحاجه حاجه، عشان امنيه النهارده هتروح تعشيهم لازانيا. يلا بينا. المكونات اللي انا قلتها كلها يا امنيه هتحطيها على النار ماشي مع بعض. معلش أوكي. ممكن تقوليها لنا تاني اللي هي كذا وكذا؟ ايوه احنا عندنا لحمه مفرومه حلو. وبصله مفرومه، ماشي. وده ده كان نص كيلو. اوكي. يعني الصينيه دي تاخد نص، اللازانيا بتاخد نص كيلو. لحمه كتير. ماشي. نص كيلو لحمه مفرومه وبصله مفرومه وتوم صحيح، والتوابل الايطاليه اللي هي روزماري ومجفف، ريحان مجفف، بصل مجفف. حلو. الحاجات دي كلها ممكن تجيبيها جاهزه في اصلا في السوبر ماركتس كتير قوي. توابل ايطاليه بتتباع جاهزه يعني، او تتحط فروم سكراتش. ماشي. وبنحط كله على النار، وعصير طماطم، وطبعا معلقه صلصه. اوكي. بنحط كله على النار تفضل ساعتين 3، وبعدين بعد ما بتخلص بنطفي النار نحط بقدونس مفروم.